اليوم سنتحدث عن تصرفات نراها كل يوم في شوارع المغرب. أولاً، الكل مستعجل، ولا أحد يصل أسرع. في المدن المغربية، كثير من السائقين ينتقلون بين المسارات بشكل متكرر بحثاً عن مترين إضافيين. المفارقة أن الدراسات المرورية تظهر أن هذا السلوك غالباً لا يوفر وقتاً مهماً، لكنه يزيد من احتمالات الحوادث والتوتر على الطريق. ثانياً، استعمال الهاتف عند الإشارة الحمراء. كثيرون يعتقدون أن استعمال الهاتف أثناء توقف السيارة أمر آمن. هذا يسبب تأخيراً وفوضى وسلوكيات مفاجئة قد تؤدي إلى اصطدامات. ثالثاً، ثقافة أنا أعرف السياقة. هذه من أكثر النقاط إثارة للنقاش. بعض السائقين يرفضون أي نصيحة أو تعلم جديد لأنهم يقودون منذ سنوات. لكن الخبرة لا تعني دائما القيادة الصحيحة. رابعاً، عدم استعمال الإشارة الضوئية. أحد أكثر السلوكيات انتشاراً. السائق يغير الاتجاه فجأة وكأن الآخرين يستطيعون قراءة أفكاره. الإشارة الضوئية ليست خياراً بل وسيلة تواصل بين مستعملي الطريق. قد يختلف البعض مع ما قيل في هذا الفيديو، وهذا طبيعي. لكن إذا كان هناك تصرف واحد فقط يجب أن نغيره بداية من اليوم، فما هو؟ اكتب رأيك في التعليقات.